44 نقطة. كيليان امبابي، كيليان امبابي أسطورة من الأساطير طبعا في ظل في غياب رودريجو، لكن في وجود إبراهيم دياز، مودريتش، كامافينجا اللي بيحاول ريسو فراد الضائع كمل امبابي وكمل مكمل عرضيه تصليحه حلوه بادوار هجوميه. فالفيردي يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني ويا ليلي، وكل المواويل تتقال فيك يا امبابي، لكن فالفيردي وكيليان امبابي يسجل هدفه ال17 هذا الموسم، يقترب من ليفاندوفسكي متصدر الهدفين بال19 هدف. هذه العائله المنقسمه ما بين الريال وبين اوساسونا، ولكن 30 يناير كامافينجا امامنا، يعني شيلوتي ادي امامنا القعده. بص واحده من الكرات اللي في 85 لقاء فاز 53. فينيسيوس هل يسجل فينيسيوس بعد فالفيردي؟ خطا خوان كروس، كان في انترخ طبعا وكان من ابناء ريال مدريد. في امامنا براين ثاراغوسا صاحب ال3 لقاءات دوليه. اوروسا ولد يا كورتوا امامنا هنا. التصدي رائع من البلجيكي بردة فعل حارس كبير، لكن بص تاني كوره ايمار اوروثا امامنا هنا في واحده من المحاولات المؤكده الضائعه، لكن براعت مرة ثانية فران جارسيا فكر يسدد، شلت من امامه، كان داخل في 30 يناير. مرة ثانية هنا بودمير عرض الرايق ابراهيم دياز، منطقة خطرة جدا. شوف ال 39 تمريرته الحلوة ابراهيم دياز. مبابي في تدخل في اعاقة مونتيرو مرة ثانية. مبابي يسجل التسعة بالنقص. بودمير لا يا ولد للصبح. راؤول اسينسيو. بودمير عايز يراوغ وعايز يلعب ويضمن الامور بقى، لكن هو بحث عن الجماليات، هي من هنا تخلص، لكن المره دي ياتي راؤول ثم ترتطم في اللاعبين الموجودين. ادي امام طرد بيلينغهام. طرد بيلينغهام مفاجأة من مفاجآت حكم المباراة السيد من اللاعب إيريسو، وفارق النقاط ل4 نقاط. فالفيردي مميز في هذه الكرات امامنا، وخمس اهداف في بلد الوليد وبيريا. امامنا مبابي واحد من نجوم اللقاء، قد يكون مدريد. كورتوا في حراسة المرمى، ده فاول قوي جدا مع ابراهيم دياز، قوية بجانب ريال مدريد، ضغط قوي، انذار مستحق. شوف امامنا مبابي ماسك بياتي للتسديد في هذه اللحظات. امامنا مين اللي هيسدد في هذه اللحظات؟ اللي هيسدد هو بودمير وكورتوا. كورتوا المتألق. بودمير ودى كورتوا في الزاوية اليسرى ويضعها على يمين كورتوا عشان يسجل بودمير التعادل في الدقيقة 58. المباراة تاخد يعني شكل آخر ومنحنى آخر بعد الهدف اللي